لما تكون في صراع يومي في شغلك علشان تثبت نفسك وتحافظ على مكانك في الشغل، صراع ممكن يخليك تعمل حاجات مش بتتفق معاك أخلاقيا، وحاجات انت نفسك ما كنتش متخيل ان انت تقدر تعملها، وتؤذي ناس انت نفسك تكون معتبرهم ناس قريبين وعزاز عليك. كل ده بيكون راجع بسبب احساسك بالتهديد تجاههم. هل ممكن تكون رغبتك في الحفاظ على نفسك وعلى مكانتك توصلك لهذه الدرجة من الشر؟ وهل ممكن بيئات العمل السيئة توصل الانسان ان هو يكون بالشكل ده؟ مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتمنى ان انتوا تكونوا كويسين وبتقضوا انتقال كويس قوي ما بين الصيف والشتاء. انا طبعا شتيت وخلاص، انا مبسوطه دلوقتي لان الجو ابتدى يكون بارد شويه. انا شخص ما بيقدرش يعيش ابدا في الحر ولا اي حاجه من الحاجات دي، وبستغرب بصراحه الناس اللي بتحب الحر بشكل ما بعرفش استوعبهم ولا بعرف اتعاطف معاهم بصراحه. انا نادين يسري، انا صانعه محتوى، بقدم محتوى مختلف عن الكتب والقراءه، ولو بتحبوا هذا النوع من المحتوى يا ريت تتابعوني. مين فينا مش بيشتغل، او مين فينا على الاقل ما اشتغلش مره واحده في حياته؟ الشغل مهم لينا طبعا، واكيد هو ما بقاش مصدر دخل وخلاص، بقى بيرتبط بيه معاني تانية وتعريفات تانية اكتر بكتير من كونه مصدر دخل. ولكن الروايه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده بتطرح سؤال مهم جدا: هل الشغل ممكن يحولك لأسوأ نسخه منك؟ النهارده هنتكلم عن روايه سارقة الارواح للكاتب المصري محمد إسماعيل. قبل ما ندخل في الكلام عن الرواية نفسها، خلينا نبتدي بتعريف سريع عن الكاتب محمد إسماعيل. هو كاتب ومهندس اتصالات مصري من مواليد سنة 1970. عنده العديد من الإصدارات الروائية زي رواية ما حدث في شنغن عن دار الكتب خان، وباب الزوار عن دار العين، وأخيرا سارقة الأرواح عن دار العين. وبالمناسبة رواية سارقة الأرواح مش متاحة في المكتبات خالص لغاية دلوقتي، ولكني قدرت ان انا احصل عليها واقرأها. عشان تعرفوا انا عملت ده ازاي ياريت تستنوا معايا لاخر الفيديو. رواية سارقة الأرواح بتدور أحداثها ما بين جدران شركة عالمية للتنقيب عن النفط اسمها بتروجلوب، ترويها شخصية سيدة اسمها نيفين. المفروض إن نيفين دي هي نائبة المدير أو حاجة زي كده. وبتبتدي الرواية بشكل غريب جدا، إن نيفين قررت إن هي تحصل على معاش مبكر. بشكل غريب برضو نيفين اختارت شابة صغيرة أقل خبرة من كل الناس اللي حواليها علشان تاخد منصبها بعد ما تمشي. وبنشوف الرواية بتتشكل أحداثها لما نيفين بتقعد مع البنت الصغيرة دي اللي اسمها يارا، وبتحكي لها عن الشركة علشان تفهمها الشغل، وكمان علشان تفهمها ازاي تقوم بمهام العمل بشكل كويس. ولكن في مرحلة ما في تاريخ الشركة حصلت فضيحة كبيرة جدا قلبت نظام الشركة وكل موازين، وهي اللي أتاحت الفرصة لنيفين ان هي توصل للمنصب اللي هي فيه دلوقتي. وبشكل مشوق جدا وبلغة سلسة بننتقل ما بين الماضي والحاضر. الحاضر اللي بتحكي فيه نيفين ليارا عن الشركة وعن تاريخها وعن الأدوات اللازمة ليها علشان تشغل المنصب زي المنصب الجديد ده، وما بين الماضي واللي حصل فيه وايه اللي وصل الشركة للشكل اللي هي عليه بشكلها الحالي. الجو العام بتاع الرواية حسيت ان هو تشاؤمي بشكل كبير جدا. تصور فيه شركة بتروجلوب على ان هي سجن كبير ورتيب جدا لكل اللي فيه، ان كل اللي فيها عايشين بنظام السرفايفل، كله عايز ينجو بنفسه ويفضل عايش وياخد مرتبه كل اخر شهر وخلاص، ايا كانت تكلفة ده ايه. وكل اللي شغالين فيها بيجروا ورا حاجة واحدة زي ما قلت، هو الاستقرار او منصب وسلطة اعلى. وبصراحة شركة بتروجلوب دي من اسوأ الشركات اللي ممكن اي حد يشتغل فيها، وخصوصا لو كان حد ذو كفاءة، لان شركة بتروجلوب مش بتآمن بكفاءة الشخص. بالعكس، ده انت كل ما كنت فاسد وكل ما كنت بتحابي للإدارة الفاشلة كل ما كانت فرصك في الترقي اكبر. والإدارة دي متشكلة في وليد الباشمهندس وليد. المفروض ان هو شخص غني وصاحب نفوذ، وصل لإدارة الشركة برضو من خلال نفوذه دي. وللأسف وليد شخص غير قادر على سد المنصب اللي هو فيه، فخلق جوه الشركة عصابة برضو من الناس الأقل كفاءة من الكل، ولكن بيشكلوا لوليد جواسيس وبيراقبوا كل الموظفين اللي موجودين، وبيراقبوا كل واحد بيقول ايه، وبيساعدوه في اتخاذ قراراته اللي أغلب الوقت بتكون سيئة. شركة بتروجلوب كانت في الأصل تحت إدارة إنجليزية، ولكن بشكل ما برضو الإدارة الإنجليزية دي رحلت عن مصر وجي مكانها وليد والإدارة بتاعته. بتحاول تبين الرواية الخط الفاصل ما بين الإدارتين. بتحكي نيفين إن هي وقت الإدارة الإنجليزية هي كانت بتحب شغلها جدا، وكانت بتحب تتعلم تفهم حاجات كتيرة جدا في الشغل، خصوصا إن هي كمان لما جت اتعينت عن طريق معارف مش عن طريق كفاءتها الشخصية. ولكن تحت الإدارة الصحيحة الإنجليزية في الوقت ده هي قدرت إن هي تعلي من كفاءتها كموظفة، قدرت إن هي تفهم الشغل بشكل أفضل. ولكن بعد ما الإدارة المصرية جت مكان الإدارة الإنجليزية الوضع اختلف، وزي ما قلت جه مكانها الفساد والمحسوبية بشكل واضح جدا، وكله بقى عايز يسرفايف من الآخر وعايز يخدم وليد علشان يبقي عليه جوه الشركة وياخد هو السلطة أو المنصب أو الفلوس الأكتر.
شيء معروف لما يكون صاحب السلطة الأساسي شخص سيء أو شخص مش ذو كفاءة، بيحاول يعين معاه ناس أقل كفاءة منه علشان يحسسوه بشكل كويس عن نفسه، لأن هو عارف كويس لو كان حاوط نفسه بناس أكثر كفاءة منه أو ناس كويسة وخلاص، للأسف هو هيظهر عدم كفاءته ده بشكل واضح. وده غير إن الناس الأقل كفاءة برضو كمان بتحمد ربنا إن هي عرفت توصل للمنصب اللي هي فيه، فبالتالي بتشتغل كويس قوي إن هي تعزز مكانتها كل الطرق الممكنة. وفي الرواية بنشوف مثال وليد كالمدير السيء والإدارة السيئة وكمان العصابة بتاعته، وفي نفس الوقت بنشوف الباشمهندس ماجد الأقل سلطة وأقل نفوذ من وليد، ولكن أكثر شهرة أكثر كفاءة وكمان محبوب من كل الناس. وبالمناسبة وليد وماجد أصحاب طفولة، ولكن بشكل ما من ساعة ما دخلوا بتروجلوب وكل واحد فيهم مشي في طريق مختلف، والصداقة دي تحولت واحدة واحدة لعداوة بينهم. وفي رأيي الشخصي أنا شايفة إن الصداقة دي باظت بسبب إن وليد حس بمكانته الحقيقية إن كونه شخص مش كفء. تحولت الصداقة دي واحدة واحدة زي ما قلت لتنافسية وعداوة كبيرة. الغريب بالنسبة لي هو رد الفعل بصراحة من الناس. يعني أنا شايفة إن الموظفين كانوا سلبيين جدا، كل واحد كان بيحاول يحافظ على بقائه جوه الشركة بسبب إن كل واحد عنده نوع من المسؤوليات هو ما يقدرش من خلالها إن هو يسيب الشغل. زي ما قلنا كده هي علاقة سامة كده، مكان شغل سيء وفي نفس الوقت أنت ما تقدرش تمشي منه بسبب إن هي شركة كويسة أو بسبب إن أنت ممكن تكون مش ذو كفاءة عالية، فأنت مش خبرة نادرة لو رحت أي شركة تانية محدش هياخدك. ممكن ما أعرفش إيه كانت ممكن تكون أسباب كل واحد فيهم، ولكن ما كانش في حد ليه أي رد فعل أو دور إن هو يوقف الظلم اللي كان حاصل جوه الشركة. الناس ممكن تتكلم وتقول شايفين ده إيه اللي بيحصل وهكذا، ولكن محدش كان بياخد موقف واضح. كله كان بيقول يلا نفسي وخلاص كده، وكله عايز يحافظ على أكل عيشه من الآخر. بيئة العمل السامة هي البيئة اللي بيكون فيها الموظف كاره المكان اللي هو فيه، ولكن مستمر فيه لأسباب مختلفة زي ما قلت، سواء مسؤوليات أو سواء إن هو حاسس بانعدام كفاءة فهو مش عارف إذا كان هيلاقي مكان أحسن ولا لأ. وبيكون فيها الموظف مش آمن على نفسه ولا آمن على مستقبله ما بين جدران الشركة، وفي نفس الوقت مش بيتم تقدير أي عمل أو أي مجهود هو ممكن يكون بيقوم بيه. فبيجي الموظف بيعمل اللي هو يقدر يعمله على قد مرتبه وخلاص، أو حتى بيحاول إن هو يموت نفسه أو يبذل مجهود مضاعف علشان يحس بأي نوع من أنواع الرضا من قبل رئيسه في العمل أو كده. وبشوف كمان إن بيئات العمل السامة بتكون مهينة جدا للموظفين ولإنسانيتهم بشكل عام، وبنشوف ده زي ما قلت بشكل واضح في الرواية دي. باين قوي في الناس اللي خايفة تدافع عن شيء معين أو إن هي تتكلم بحدوث ظلم معين، وكله بيحاول يحقق مصلحته الشخصية حتى لو ده هيجي على حساب الشخص اللي معاه. أنا شايفة إن الرواية دي كانت بتحاول تركز على ضحايا الرأسمالية. بالمناسبة في بداية الرواية محمد إسماعيل أهدى الرواية دي لصديقه اللي انتحر بسبب ضغط الشغل. وحوادث الانتحار بسبب ضغط الشغل دي بنشوفها بشكل كبير جدا وبنسمع عنها كتير جدا. بشكل شخصي أنا سمعت عنها كتير جدا في اليابان، اللي ناس كتير بتنهي حياتها أو حتى بتفقدها بسبب ضغط الشغل. الرواية بتوصف ده بشكل كويس جدا، وبنشوف الشخصيات وهي راجعة البيت وهي مش قادرة إن هي تتواصل مع أي حد، سواء أصدقاء أو حتى القرايب والأزواج وهكذا. وكمان بيحاولوا يعوضوا النقص والظلم اللي هم حاسين بيه بين جدران الشركة في البيت. فبنشوف مثلا الراجل بيتعامل مع مراته بشكل سيء بسبب ان هو برضه شايف ان هو incompetent بشكل من الاشكال، بيحاول يعوض النقص ده جوه البيت. او العكس، يكون هو الشخص حاسس ان هو مش واخد مكانته او وضعه بشكل كويس جوه البيت، فبيحاول يطلع ده على موظفيه. بنشوف الناس كمان ندمانة على فقدهم علاقاتهم وتواصلهم مع الناس اللي هم بيحبوهم برضه بسبب الشغل. بصراحة شايفة ان الموضوع اقرب لمثال الحمار والجزرة. يعني انت بتبقى حاطط جزرة قدام الحمار وهو فاكر ان هو كل ما يجري اسرع كل ما هيوصل للجايزة اللي هو عايزها اسرع، ولكن في الحقيقة لا في جايزة ولا في اي حاجة في الاخر انت هتاخدها غير ان انت هتبذل مجهود مضاعف وخلاص. في رأيي الشخصي أنا شايفة إن الرواية دي قدرت توضح حاجات كتير أنا ما كنتش شايفاها، وكل ده وصل لي بلغة سهلة وسلسة إلى حد كبير جدا. ولكن أنا حسيت إن كان في شوية مبالغة، يعني كان في شوية تشاؤمية كده في وصف الحالة، أو كأنه أخد مثال إكستريم قوي قوي قوي، لأن النوع ده من الشركات إحنا مش بنسمع عنها ولا بنشوفها كل يوم. وأعتقد دي الصورة الكابوسية المعروفة أو المتعارف عليها للشركات والكيانات الكبيرة، ولكن مش بالضرورة تكون كل شركة كبيرة أو كل كيان كبير يتفق في الصورة دي.
وممكن اكون انا غلطانه، يمكن انا ما اشتغلتش كفايه في سوق العمل عشان اعرف، ولكني اشتغلت في بيئات عمل بصراحه ما كانتش احسن حاجه، ولكني قدرت ان انا اخرج نفسي منها لاني اعترفت ان في هنا مشكله وانا مش هقدر استمر فيها. ويمكن اسوأ شيء الروايه قدرت تبينه هو قد ايه بيئه العمل في الشركه دي كانت صعبه على الجميع، وقد ايه كان it was taking a toll on everybody، وقد ايه هي خلت كل واحد ان هو يختار شكل غير اخلاقي ما ان هو يوصل للي هو عايزه ويثبت رجليه ومكانته بين جدران الشركه. موضوع الروايه دي جديد عليا بصراحه، وما قراتش عنه في اي روايه عربيه تانية، وكانت اكتشاف جديد بالنسبه لي واكتشاف جديد لكاتب انا ما قراتلوش قبل كده، وهو محمد اسماعيل. تقييمي لروايه سارقه الارواح هو 3 من 5. كنت في بداية الفيديو قلت لكم ان رواية سارقة الارواح مش متاحة في المكتبات لغاية النهاردة. طيب انا قرأت الرواية دي ازاي؟ انا قرأت الرواية دي على تطبيق ابجد. خلوني اوريكم التطبيق ونتكلم عنه بشكل مفصل. خلونا الأول نفتح تطبيق أبجد. تطبيق أبجد بالمناسبة متاح على iOS وعلى أندرويد، كل جهاز بيدعم iOS أو الأندرويد. خلوني أوريكم الكتب اللي أنا حاليا بقرأها. حاليا بقرأ باولا لإيزابيل أيندي. أحلى حاجة بقى في أبجد إن أنا بيتاح ليا إن أنا أتحكم في شكل الخط، حجم الخط، كمان في البرايتنس، وفي كل حاجة أنا عايزاها عشان تتوفر ليا تجربة قراءة مريحة. كمان بغير الخلفية بحيث إن هي تكون مناسبة ليا، بغير البرايتنس ومدى الوضوح بتاع التكست. يعني هو أنا عايزة أقول إن هو بيديني مساحة كبيرة إن أنا أتحكم في الشكل اللي أنا عايزاه علشان أوفر لنفسي تجربة قراءة مريحة. عايزة أقول إن مكتبة أبجد كبيرة جدا، فيها العديد من الكاتيجوريز لكل أنواع الكتب: تاريخ، سياسة، روايات، قصص قصيرة، سير ذاتية، تنمية بشرية، يعني حاجات كتيرة قوي ما تعدوش بصراحة. والحلو إن هو كل يوم بيديني ترشيح لكتاب جديد أنا ممكن أكون ما سمعتش عنه، وده كان كتاب المرشح ليا إن أنا أقرأه النهاردة. وكمان بيتوفر عندي الإصدارات الجديدة، وهنا ده كتاب أنا كنت عايزة أقرأه، نازل في معرض كتاب الشارقة، نزلته ليالي ما بعد الألف. وكمان على تطبيق أبجد بينزل كتب جديدة كل أسبوع، بيوريك الكتب اللي قريبا هتصدر على أبجد، طبعا كلها كتب من دور نشر معروفة. أبجد بالمناسبة بينشر كل أسبوع في حدود 500 كتاب جديد، ودي الكتب اللي موجودة حصريا على تطبيق أبجد، منها رواية سارقة الأرواح اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة، وده كان الريفيو بتاعي عليها. وأحلى حاجة وأهم حاجة بالنسبة لي كشخص بيحب نجيب محفوظ إن كل الإصدارات الجديدة اللي موجودة على أبجد إصدارات دار الديوان لروايات نجيب محفوظ. بصراحة الابليكيشن كبير قوي وعليه ما يقرب من 20,000 كتاب، أهمها كمان إصدارات البوكر، الروايات اللي حصلت على البوكر العربية. وكمان من الميزة اللي أنا لقيتها في تطبيق أبجد إن أنا ما كنتش مضطرة إن الكتاب يعدي عليه وقت علشان ينزل على التطبيق. في كتب لسه زي ما قلت ما نزلتش أصلا، وكتب كمان نزلت بس لسه تعتبر جديدة. بصراحة دي كانت من أهم المميزات اللي موجودة على التطبيق. كمان الميزة إن أنا بختار إن أنا أنزل الكتاب وأحمله عندي وأعرف أقراه لو حتى لو أنا أوفلاين. تطبيق أبجد عامل عرض خصم 40% على الاشتراك السنوي، زي ما انتم شايفين نازل من 700 لحوالي 430 جنيه بمناسبة معرض كتاب الشارقة. لكل حد وصل لنهاية الفيديو شكرا ليك، ولو حابين تشوفوا مراجعات تانية هحط لكم لينك بلاي ليست فيها كل المراجعات اللي انا عملتها لغاية النهاردة على الشانل، هحط لكم اللينك بتاعه فوق هنا. واتمنى ان انتوا تشاركوا الفيديو ده مع اي حد يكون مهتم بهذا النوع من المحتوى، واتمنى ان انتوا كمان تعملوا لي فولو على الانستجرام نادين ستود بوك شلف، هناك بنزل محتوى خاص عن الكتب والقراءة، والأهم يكون وسيلة للتواصل ما بيننا. أشوفكم قريب في فيديو جديد، مع السلامة.